السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. المنتخب المغربي أسود الأطلس في صدارة العرب وإفريقيا. هنتكلم في الفيديو ده على التصنيف العالمي وأيضا التصنيف العربي وأيضا التصنيف الإفريقي بالنسبة لمنتخباتنا العربية والإفريقية، لكن هنتكلم على المنتخب المغربي أسود الأطلس. يعني هو انتوا عارفين اللي هو لعب مباريتين في آخر معسكر، فاز على مدين وفاز على منتخب تونس بنتيجة 2-0. طبعا أداء مميز جدا، رغم الأداء المميز اللي في بعض إخواتي المغاربة أو في بعض الصحف دايما بتهاجم الكابتن وليد الركراكي بعد يعني قال لك عاوزين أفضل وعايزين اداء يكون افضل من كده، لانه انتوا عارفين لاعيبه المنتخب المغربي متواجده حاليا في اكبر دوريات اوروبا، وعندنا منتخب على اعلى مستوى يعني ينافس على كاس العالم وليس على كاس افريقيا. وشفتوا طبعا الاداء المميز اللي كان في كاس العالم 2022 في قطر والمركز الرابع، وكان يعني خطوه، وكنا هنشوف اول منتخب عربي وافريقي في نهائي كاس العالم في للمنتخب المغربي، لكن ان شاء الله يعوضوها في كاس العالم القادم. التصنيف العالمي في المركز الاول اصبحت الارجنتين، والمركز الثاني اسبانيا، الثالث فرنسا، الرابع انجلترا، الخامس البرازيل، السادس البرتغال، السابع هولندا، الثامن بلجيكا، التاسع المانيا، العاشر كرواتيا، وال11 ايطاليا، والمركز 12 منتخبنا المغربي، وبعده ال13 منتخب المكسيك. بالنسبه للتصنيف بالنسبه للمنتخبات الافريقيه، المنتخب المغربي في الصداره طبعا هو في المركز الاول و12 عالميا، منتخب السنغال في المركز الثاني و18 عالميا، منتخب مصر ثالث افريقيا و34 عالميا، منتخب الجزائر رابع افريقيا و36 عالميا، منتخب نيجيريا خامس افريقيا و44 عالميا، منتخب كوتيفوار سادس افريقيا و45 عالميا، ومنتخب تونس سابع افريقيا و49 عالميا. بالنسبة للتصنيف العربي، المنتخب المغربي أيضا في الصدارة في المركز الأول اللي 12 عالميا، أول عربيا و12 عالميا، منتخب مصر ثاني عربيا و34 عالميا، منتخب الجزائر ثالث عربيا و36 عالميا، منتخب تونس رابع عربيا و49 عالميا، ومنتخب قطر في المركز الخامس عربيا و53 عالميا، ومنتخب العراق السادس عربيا و58 عالميا، منتخب السعودية السابع عربيا و59 عالميا، ومنتخب الأردن تاسع عربيا و64 عالميا، ومنتخب الإمارات عاشر عربيا و65 عالميا، ومنتخب عمان ب 11 عربيا و79 عالميا. المنتخب العربي الوحيد المتواجد في الصدارة العالمية والأول أفريقيا والأول عربيا هو المنتخب المغربي أسود الأطلس. كل التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم بالنسبة لمنتخبات الوطنية المغربية. شكرا لحضراتكم اخواتي وحبايبي في كل مكان، تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.